ان شاء الله يا احبابي في الله، النهارده موضوعنا هيكون علامات السحر في البيت. ازاي احنا نعرف البيت فيه سحر؟ فهنقول لك العلامات. من علامات السحر في البيت ان يكون فيه حشرات مثل دود او نمل او ما شابه ذلك، وهذه الحشرات لا تتاثر بالمبيدات المبيدات الحشريه. تمام؟ يعني لما نستعمل اي مبيد حشري مش بيقضي عليه، ولكن نحاول اصحاب المبيدات اصحاب البيت التخلص منها من طريق ماء مرقي، رقيه شرعيه ممزوج مع الملح، فبتزول باذن الله تعالى. ومن علامات البيت المسحور ان يكون دائما البيت غير مرتب، مقلوب راسا على عقب. صاحبه البيت بتكون دايما وابدا في مرض دائم، وكذلك الابناء والزوج مريض، البيت كله مرض بمرض. ده من علامات برضو وجود سحر في البيت. ويغلب على اهل البيت التوتر، ويغلب عليهم الاضطراب النفسي، مع طبعا احلام كوابيس، بتكون احلام وكوابيس مزعجه بتصيبهم حاله من النفره من البيت، بتخليهم يعني بيبقوا مش طايقين البيت اصحاب البيت. ولما يتواجدوا خارج البيت بيكونوا مسرورين ومرتاحين والحاله النفسيه ممتازه بتاعتهم. يدخلوا البيت تحصل النكد وتحصل المشاكل ويحصل انقباض في الصدر والضيق، وتلاقي الانسان مش طايق البيت، والانسان بيشعر في البيت بيضيق، وعندما يخرج تتغير الامور. وكذلك الزوجه عندما ياتي زوجها تلاقي المشاكل بتقوم على اتفه الاسباب، وتلاقي لا هو طايقها ولا هي طايقاه. ده كله بيكون بسبب بسبب سحر. وفي شخص ما سال احد العلماء عن امور جرت في اسرته من مرض لا يبرأ حتى وصل للجنون، ومن عدم زواج اخوته ذكور واناث، وعدم تكلم والديهم مع بعضهما، وعدم تيسير مورد رزق لهم. فكان من ضمن الإجابة بتاعت العالم أن يبدلوا دارهم اللي هم ساكنين فيها وينتقلوا إلى دار خير منها. ليه؟ هذا فيه إشارة لوجود سحر في هذه الدار. تمام؟ فالوقاية من السحر تكون الوقاية من السحر بقراءة الأوراد الشرعية. قراءة الأوراد الشرعية، يعني من غير ما تروح الراقي ولا تروح لحد ينصب عليك، ولا حد يقول لك عايز أموال ولا كذا. انت عليك انك تستعمل بنفسك تفك السحر دوت بقراءة الأوراد الشرعية. ايه هي الأوراد الشرعية؟ زي قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم، وقراءة سورة الإخلاص، المعوذتين، آية الكرسي. طبعا بنقراهم دول بعد كل صلاة، وبعد الفجر والمغرب 3 مرات، وعند النوم 3 مرات. وبرضو الإنسان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباحا ومساء 3 مرات. وأيضا يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم صباحا ومساء 3 مرات. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه النبوي الشريف: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. ده كلام مين؟ كلام سيد الخلق أجمعين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول ما فيش عبد، ما فيش واحد بيقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. قولها 3 مرات في الصبح، 3 مرات في المساء عندما تقولها لا يضرك شيء. تمام؟ والجماعة اللي بيعانوا من السحر طبعا في القرآن الكريم حل السحر. نعمل ازاي؟ نجيب 7 ورقات سدر. في ناس تعرف السدر وفي ناس تعرف باسم النبج، ورق النبج او ورق السدر، وهم واحد. نجيب 7 ورقات سدر اخضر وندقهم، وبعد ما ندقهم نضعهم في الماء، يعني نطحنهم ونضعهم في الماء، ونجعل ورق السدر ده في الماء ونقرأ على هذا الماء. نجعل الفم قريب من الماء ونقرأ بحيث النفس يكون داخل في الماء. نقرأ آية الكرسي، تمام، ونقرأ سورة الكافرون، ونقرأ الإخلاص قل هو الله أحد، ونقرأ المعوذتين سورة الفلق وسورة الناس. تمام؟ ونقرأ الفاتحة
الفاتحة، لأن الفاتحة طبعا أم القرآن أو أم الكتاب ولها شأن عظيم وهي أفضل الصور، والأمر ده يقرأ في الإناء، ونقرأ مع هذه الآيات آيات إبطال السحر بإذن الله تعالى. يتخلص الإنسان من أي سحر كان عنده مهما إن كان، هيتخلص منه بأمر الله تعالى، سواء سحر تفريق، سحر نزيف، سحر مرض، سحر ربط، أي كان هذا السحر إن شاء الله يتفك السحر ويتخلص منه الإنسان بأمر الله تعالى. وهذا ما أردت أن أقوله لكم. أخيرا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.